ليه ما تشحنش في بيس موبايل؟ اول حاجه اعمل لايك واشتراك، وتعالى اقول لك بقى ليه. اول حاجه حرام من الناحيه الدينيه، لو انت بتشحن ومش عارف هيطلع لك حد ولا لا، يعني يعتبر رهان. الا لو انت صانع محتوى معروف. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان هو بيربح من كل فيديو هو بينزله في قناته، فبيكون ليه قبض في اخر الشهر. ثانيا بقى ما هتلاقي مفيش متعه غير ان انت بتفتح باكجات وتجاوب لعيبه. اهم حاجه المتعه في تجميع الكوينز، عشان لما تجيب حزمه او تفتح على باكج ويطلع لك ايبك تحس بمتعه اللعبه بجد. يعني ما تشحنش في بيس لانها لعبه في الاول وفي الاخر، وممكن تتمسح في مره واحده كده، فاهم؟ وتكون ضيعت فلوسك على الفاضي. ثالثا والاهم، هي اكتر مشكله بتواجه جميع صناع المحتوى اللي مش بيصرفوا على اللعبه زي انا كده. يعني انا واحد لسه مبتدئ، اكيد مش هصرف فلوس على اللعبه. مش لاقي محتوى، مفيش غير تفتيح الباكجات، ولازم تكون محوش كوينز او بقى تشحن، عشان الباكجات المجانيه هو باكج مجاني بس هتاخده. هتقول لي طب ما تعمل، ما في باكج يومي ومش عارف ايه. اقول لك في شخص هيخش يتفرج على تجربه لاعب واحد بس من باكج نجوم اليوم. حتى باكجات كاس العالم اللي كانت بتبقى دايما الاقوى بقت ضعيفه جدا. يعني ايه بوستر برتقاني؟ يعني ليه بوستر برتقاني في باكج نجوم يوم وشكل البطاقه معفن مقارنه بباكج وشكل البطاقه بتاعت يعني كاس العالم بتاع 2022؟ انت متخيل العظمه؟ لا وعلى ايه، في اخر الاسبوع ينزلك باكج ببطاقه جديده وبوستر برضه برتقاني، ولكن البوستر التاني بقى انت هتضيفه مش هيبقى برتقاني. يا عم يلا يا عم بنصب عليك بس مش ببين قوي. فانا مش فاهم ايه التخلف ده. امبابي اخر نسخه اصلا ليه بتوصل 107 يا اخي. لو هتقول لي بيوصل اكتر من كده لو انت بتلعب بتشكيله كلها من منتخب فرنسا، انت بتلعب بتشكيله كلها من منتخب فرنسا. فدي كل الفكرة، اتمنى تكون الفكرة وصلت. عشان كده مفيش محتوى في اللعبة دي بالذات، كاس العالم كله حلب في حلب. رابعا بقى انت ممكن تشتري حساب لنفسك، يكون مش افضل حاجة ولكن على الاقل يكون قيمة مقابل سعر ومش رهان. انت بتاخد حاجة قيمة مقابل سعر، لكن الباكجات انت بتفتح ومش عارف هيطلع لك ولا لا. فبس كده اتمنى تكون الفكرة وصلت. فعاوزين بقى نعمل لايك وشير، ومتنساش طبعا الاشتراك عشان نوصل صوتنا للناس. فبس كده، اشوفكم في فيديوهات قادمة وبيس.